مش جايبين اي حد في قناه الزمالك يرد، مفيش غير واحده اسمها مها ست هي اللي بترد. هل دي اللي هتجيب حق الزمالك؟ اداره فاشله في كل حاجه. محمد ابو العلا اللي كان بيهاجم الزمالك وكان بيفرح في هزيمه الزمالك، جايبينه حاطينه في القناه. محمد ابو العلا اللي كان بيشمت في الزمالك وكان ضد الزمالك، ها، هو ده من ضمن الناس اللي فيها لك فيها برضه. ها، محمد ابو العلا اللي كان ضد مجالس الاداره عشان هو مش موجود، عشان هم طردوه بقى ضدهم، و حاطينه في قناه الزمالك. هل ده ينفع يبقى يكون واجهه ويحامي عن نادي الزمالك ويدافع عن نادي الزمالك؟ مفيش حد موجود بيدافع عن نادي الزمالك في القناه دي. امال عاملينها ليه؟ في حاجات كتير قوي في الزمالك غلط ولازم كل ده يتصلح. وموضوع الكونفدراليه ده جه من عند ربنا. موضوع الكونفدراليه ده جه من عند ربنا. نفسي الزمالك يتطهر بقى والنادي ده يتطهر ويبنوا على نضيف. لازم النادي ده يتطهر. دونجا شكله كده الشيطان ايه؟ يعني ايه؟ طيب، انا خلصت كلامي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلنا المرحله اللي احنا فيها دي. ولازم اداره الزمالك تتصرف في الراجل اللي توفى ده وتعمل له معاش على حساب النادي. ها، لان هو توفى بسببهم. طبعا الاعمار بيد الله وكل حاجه. يروح يا عم الف سلامه. هو الاهلي نفسي افهم الاهلي ما بيفكرش في شلبي ليه؟ مصطفى شلبي. ليه الاهلي ما بيفكرش في مصطفى شلبي؟ لعيب جميل ولاعيب عظيم، عليه حركه كده بيعملها كده وبعدين ياخد الكره كده ايه فظيعه. عليه كعب. مصطفى شلبي ده عليه كعب. انا ما شفتوش حد بيعمله. خدوه. خدوا مصطفى شلبي حلو. طارق السيد، ما انتوا ما تعرفوش حاجه. حتى طارق السيد داخل عايز فلوس من الزمالك وعايز يقبض من الزمالك وبيتخانق على مرتبه الاول قبل ما يعمل اي حاجه. حتى طارق السيد. كله بيكذب على كله، وكله عايز يسترزق من النادي. ومفيش حد بيخاف على النادي ده غير جمهوره بس. النادي ده ملوش غير جمهوره، وده للاسف. ولا عنده رموز، ولا عنده اداريين، ولا عنده ناس تخاف عليه غير جمهوره. جماهيره بس. واهو الناس من فعالها بتموت، وناس حصل لها اغماءات امبارح، ودول بيفكروا في الفلوس، وبيفكروا في العربيه، وبيفكروا في الفيلا وبس. انما الناس اللي بتموت لا. يلا منهم لله. هنشوف اللي هيحصل بعد كده، وهنشوف اداره الزمالك هتعمل ايه. هيتحركوا ولا هيفضلوا زي الكراسي اللي قاعدين عليها؟ هنشوف. ماشي يا جماعه، سعدت جدا بحضراتكم، متشكر جدا على دعمكم. واي حد بيسمعنا يا جماعه لو مش مشترك عندي في القناه يشترك. وانا اخوكم محمد سالم، زملكاوي جدا، متعصب جدا، ولكن بقول الحق. ولو اداره الاهلي غلطت في اي حاجه هطلع اهاجم اداره الاهلي من وجهه نظري طبعا، التي لا قيمه لها على راي الكابتن مدحت شلبي. اداره الزمالك غلطت في حاجه هطلع اسلخهم برضو بالنسبه لوجهه نظري برضو. ويا ريت ما حصلش يا كابتن مودة. انا بتواصل مع شبه يومي، والله ما حصل اكبر. مين اللي اكبر كشافات لعيبه؟ مين اكبر كشاف لعيبه يعني؟ مش فاهم. استاذ جمال، مين اكبر كشاف لعيبه؟ طيب اي سؤال يا جماعه قبل ما اقفل؟